بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد وجولة جديدة من اسكندرية. النهاردة هنشوفوا اخر تطورات محطة مترو محمد نجيب. من زمان ما صورناش المحطة دي، فهنروح نشوفوا وصلوا فيها لايه. كان اخر مرة ان هم كانوا في مسجد هناك كانوا هادمينه، وكانت المحطة من جوه كده فيها زبالة ومش حلوة خالص يعني. فالمرة دي هنشوفوا كده، يمكن يكونوا عملوا أعمدة، عملوا أي حاجة كده. فالنهاردة إن شاء الله هنشوفوا آخر تطورات مترو محمد نجيب. أنا ماشية دلوقتي في شارع ملك حفني، بحري السكة في سيدي بشر. المحلات دي كلها المفروض ان هي هتتزال. امتى هتتزال؟ لسه ما جاش لهم اي كلام خالص من الشركة المنفذة للمترو ان هم يهدوا المحلات دي. هم بيفضلوا كده موجودين لغايه لما بتوع الشركه المترو يعني تقول لهم، الشركه اللي بتنفذ المترو تقول لهم خلاص بقى طلعوا بضاعتكم من المحلات عشان احنا هنهد. بيبداوا بقى ايه، يطلعوا حاجاتهم ويروحوا اماكن تانية بقى، زي ما حصل كده في العصافرة والمنظرة. هدوا محلات وسابوا محلات. طب ليه هدوا محلات وسابوا محلات في العصافرة والمنظرة؟ عشان احنا قلنا قبل كده هم هدوا المحلات اللي هيتعمل قصاد منها المحطة. طب المحلات التانية دي هتتهد ولا لا؟ هتتهد بس مش وقته، لما يحتاجوا برضو يعني طول ما هي مش بتعوق الشغل بتاعهم فهم سابينهم يسترزقوا لغاية اخر لحظة. بس في كلام بيتقال من اصحاب المحلات هنا، انا قلت برضو في فيديو بتاع سيدي بشر ان بتوع المحلات بيقولوا الكلام ده اللي سمعته في سيدي بشر وسمعته في محمد نجيب وسمعته من محلات برضو في فيكتوريا. بيقولوا ان هيخلوهم يبنوا محلات تحت الكوبري تاني، وزي ما كانوا زي ما هم موجودين كده، بس تحت المترو تاني. الله اعلم بقى الكلام ده يا جماعه صح ولا غلط، الله اعلم. احنا هنا وصلنا لمحطه مترو محمد نجيب اللي هي على ايدينا الشمال. هنا في سور حاطينه. السور ده برضه انا شفته المره اللي فاتت. انا دخلت هنا جوه المحطه، كان الاول ما كانش فيه سور، فكان من ملك حفني للمحطه كده على طول. هنا حاطين سور. هنا المنطقه بسم الله ما شاء الله منضفينها خالص خالص اهو. بدام نضفوها كده يبقى خلاص، وحاطين الرمله بتاعتهم، يبقى كده خلاص هيبداوا شغل هنا في محطه محمد نجيب قريب جدا. هيبداوا بقى بعمل بقى الجسات واختبار التربه والخوازيق والاعمده، زي ما حضراتكم بقى عارفين من المحطات بقى اللي فاتت بقى، اللي هي العصافرة والمنظرة في سيدي بشر وكده. هنا الدنيا نظيفة خالص اهوت. في امن طبعا قاعد هنا باستمرار، بالرغم ان ما فيش شغل ولا في اي حاجة، بس الامن قاعد علشان خاطر محدش يرمي زبالة، عشان محدش خلاص بقى هم يعني مسكوا المنطقة خلاص، نظفوها خلاص، يعتبروا كده بدأوا شغل فيها. مجرد ما نظفوها هم كده خلاص نووا الشغل فيها. في هنا على البعد كده المعدة اللي بتعمل الجسات. هنا بلف لكم الكاميرا هنا اليمين وشمال كده عشان تشوفوا، ممكن نشوفوا حاجه شغل اي حاجه. مفيش اي حاجه غير الراجل بتاع الامن اللي لابس احمر في ازرق ده تحت. هنا شارع محمد نجيب. شارع محمد نجيب بيبتدي من هنا ملك حفني وبينتهي عند البحر، او العكس من عند البحر اللي هنا دي نهايته وخلاص كده. الشارع ده كده شارع ملك حفني. هنا الزباله في كل مكان، الله المستعان. معرفش الناس يعني، بس الناس معذوره يا جماعه يعني. احنا بنعتب على الناس يعني لما يكون معاها كيس زباله هترميه فين؟ مفيش باسكت ولا في اي حاجه، هيرموا فين؟ بيضطر غصبا عنهم يرموا وخلاص. هنا خلاص هو ده كل اللي موجود في محطه مترو محمد نجيب. مفيش اي شغل فيها غير ان هم حطوا الاسوار اللي هم بيحطوها على منطقه العمل بتاعتهم ونظفوا المحطه، وده معناه ان هو ان شاء الله هيبداوا فيها شغل قريب. مشينا بالعربية دخلنا في شارع محمد نجيب. هنصور لكم الشارع شوية كده تشوفوا برضو الأجواء في شارع محمد نجيب ايه. ربما يكون حد كان ساكن هنا ودلوقتي متغرب مش موجود في مصر خالص، نرجعوا له الذكرى الجميلة اللي هو نفسه يسترجعها تاني يعني. طبعا اكيد حد فيكم هيشوف التوك توك دلوقتي ويقول التكاتك وما التكاتك فعلا يعني الله المستعان يعني يا جماعه، الله المستعان. هي والموتوسيكلات، انا بالنسبه لي بصراحه الموتوسيكل اصعب من التوك توك. التوك توك ده واحد بياكل عيش بيسترزق. ما علينا بقى بحته هو محترم ولا مش محترم، لان هم كلهم مش قلالات الادب يا جماعه، ولا كلهم محترمين. فيهم ناس محترمه على فكره،
لان المشكله بالنسبه لي الموتوسيكل اللي فيه يعني موتوسيكلات كتير جدا جدا في اسكندريه، يا ريت حتى بيبقوا ماشيين هاديين كده، ده ماشيين قاعدين يعملوا كلاكسات، وفي الموتوسيكلات اللي هي اللي بتعمل صوت وحش قوي، ده اللي بتخضنا وهي ماشيه. فربنا المستعان ويهديكم يا اصحاب الموتوسيكلات. كده الفيديو خلص، اشوف وشكم على الف خير.